عمرك فكرت ليه في ناس حياتهم بتتحسن كل يوم وناس تانية دايما في نفس الدايرة؟ السر مش في الحظ، السر في العادات. النهاردة هنتكلم عن ازاي تبني عادات يومية تغير حياتك بطريقة عملية وبسيطة. بس قبل ما نبدأ حط لايك واشترك في القناة وصلي على النبي في التعليقات. يلا بينا. الجزء الأول، ليه العادات هي المفتاح؟ رقم واحد، العادات بتشكل حياتك. أي حاجة بتعملها يوميا حتى لو صغيرة بتحدد مستقبلك وبتحط النقط على الحروف لمستقبلك. لو أنت مثلا بتقرأ أول ما بتصحى الصبح كل يوم صفحة في كتاب مثلا، مع الاستمرارية هتقرأ عشرات الكتب. لو أنت بتنزل تمرينتك كل يوم باستمرار، مع الاستمرارية جسمك هتبقى فورمة والدنيا هتبقى تمام. فأنت العادات هنا هي اللي بتشكل حياتك ومستقبلك هيبقى عامل إزاي. إنها بقى لو أنت مقضيها على السوشيال ميديا وفاتح فيس طول الليل والنهار ومقضيها على الريلزات، يبقى انت هنا حياتك، احنا عارفين حياتك هتبقى فين. هتفضل زي ما انت واقف في مكانك، بل هتنزل انما مش هتعلى. رقم اتنين، النجاح مش قرار لحظي، النجاح نتيجة عادات يومية. النجاح مش قرار لحظي، النجاح نتيجة عادات يومية. أي شخص في أي مجال هتلاقي عنده عادات يومية هي اللي وصلته للنجاح ده. مثلا الرياضيين الكبار ما بيصحوش الصبح يلاقوا نفسهم فورم، أو مثلا ما بيجيش الصبح يوم البطولة ينزل تمرينته ويخش على البطولة. لا، ده بيبقى بادئ قبلها بسنين، بقاله سنين بيتمرن عشان يوصل للي هو فيه ده. عمرها ما بتيجي في لحظة إن هو مثلا يجي يوم البطولة الصبح يقول لك أنا هتمرن وأخش البطولة. ما بيجيش كده، مش بالعافية هي. بص، النجاح صعب، فأنت عشان توصل للي أنت عايزه لازم تضحي بكل حاجة، لازم تضحي بكل حاجة. بس بقى ما تجيش تضحي يومها، ما تجيش مثلا يوم البطولة تضحي مثلا كرياضي مثلا. لا، ده هو بص بيكون بادئ قبلها بسنين وبسنين كتير. الجزء الثاني، ازاي تبني عادات ايجابيه. رقم واحد، ابدا صغير وما تستعجلش. اكبر غلطه ان انت بتكون فاكر ان انت هتغير حياتك مره واحده، او انت بتكون عايز تغير حياتك مره واحده، مع انها ما بتجيش كده. يعني مثلا لو انت عايز تبدا في حاجه، ابدا صغير، ابدا صغير وطورها مع الوقت، طورها مع الوقت. بدل ما تبدا بساعه، ابدا بخمس دقايق بس في اليوم. خمس دقايق يوميا هيفرقوا معاك بعد كده، بعد كده هيبقوا ساعه وهيبقوا اتنين وهيبقوا تلاته. تاني حاجه، اربط العاده بحاجه موجوده في يومك. اربط الحاجه اللي انت بتعملها بحاجه موجوده في يومك اصلا عشان تستمر فيها وعشان تفضل مستمر. يعني مثلا لو انت عايز تتامل، يبقى اول ما تصحى من النوم على طول، اول ما تصحى من النوم على طول تتامل. رقم ثلاثة، كافئ نفسك بعد كل انجاز. ساعات ما تشوف لقيت هتلاقيني بقول لك كافئ نفسك. اي حاجه كافئ نفسك، اي حاجه كافئ نفسك، كافئ نفسك، كافئ نفسك. انت تستاهل المكافاه. اي حاجه تعملها حتى لو صغيره تكافئ نفسك عليها عشان عقلك يحس ان الحاجه دي كويسه، او ان انت حابب الحاجه دي. فانت هنا مثلا اول ما تستمر على العاده اسبوع، اول ما تستمر على عاده جديده اسبوع، كافئ نفسك عليه. كافئ نفسك بحاجه انت بتحبها كمان عشان عقلك يحس ان انت ماشي صح، وعشان عقلك يحس ان الحاجه دي انت حاببها. فخلاص بقى هتستمر غصبا عن اي حد. الجزء الثالث، ازاي تتخلص من العاده السيئه. خلي العاده السيئه صعبه. اي حاجه صعبه عليك استحاله ان انت تكمل فيها. لو عايز تقلل من استخدام التليفون، حطه في اوضه تانية وقت النوم. استبدل بقى العاده السيئه بعاده ايجابيه. اسهل طريقه تتخلص بيها من العاده السيئه ان انت تستبدلها بعاده ايجابيه. اول ما تصحى من النوم بدل ما تمسك التليفون، لا، انت تعمل ايه؟ تمسك كتاب وتقرا، حتى لو هتقرا صفحه واحده. وهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. حط لايك واشترك في القناه وصل على النبي في التعليقات. الفيديوهات الجايه هتفرق معاك. سلام عليكم.